أكثر من دراسة تؤيد ظهور أول إنسان في القارة السمراء قبل انتقاله إلى آسيا وأوروبا. موقع اندي 100 نشر تحديثا لدراسة عن معهد البيانات الضخمة التابع لجامعة أوكسفورد كشفت عما يعتقد أنه المكان الذي يتحدر منه أسلاف كل البشر، والنتيجة مفاجئة. المقالة التي نشرها الموقع تتحدث عن خريطة كاملة للعلاقات الجينية بين البشر، حيث تمكن العلماء من إنشاء أكبر شجرة عائلة بشرية على الإطلاق. النتائج المحدثة ترجح باختصار أن جميع من هم على قيد الحياة اليوم ترجع أصولهم إلى بلد عربي، هذا البلد هو السودان. على كل حال، لتقديم هذه المعلومات ستنضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلتنا في السودان، ولكن هنا في استوديو صباح العربية الريان. يسعد صباحك يا ريان. صباحك أحلى نادين. شجرة العائلة العملاقة أو أكبر شجرة عائلة في العالم تربط نحو 27 مليون شخص من حول العالم، أحياء وأموات، ما يعني سلالة واحدة تتعقب أسلافنا جميعا. وبحث أجراه معهد البيانات التابعة لجامعة أوكسفورد يكشف كيفية ارتباط أفراد العالم ببعضهم البعض. نجحت النتائج في استعادة الأحداث الرئيسية في تاريخ الجنس البشري وتطوره، بما في ذلك الهجرة من أفريقيا إلى آسيا وأوروبا. يمكن أن تكون للنتائج تطبيقات في الأبحاث الطبية، بما في ذلك تحديد العوامل الوراثية والمخاطر المرض. الفريق يعتبر أن شجرة عائلة البشر ستكون أكثر دقة في المستقبل، وستمكن الباحثين إنشاء خريطة واحدة موحدة تشرح أصل جميع التنوعات الجينية البشرية التي نراها اليوم. ومن الخرطوم سألنا الناس وسألنا السودانيين على تعليقهم على الدراسة القائلة بأن أسلاف البشر من السودان. نتابع ردود الأفعال. السودان بؤرة العالم، واقع في منتصف العالم، ده ماشي ساهل. ده دليل انه يكون الانسانيه او البشريه ابتدت منه. في دراستنا في علمنا الاكثر يعني ما لقينا حاجه زي دي اصلا، يعني انه يكون اصل البشر من السودان. الدراسه دي انا بالنسبه لي يعني هي منطقيه شديد، لانه اول شيء التاريخ القديم او السودان من الدول اللي فيها التاريخ القديم، يعني مثلا الاهرامات اللي في السودان، اللي في نهر النيل، اللي في البجراويه. اذا هو فعليا في اتجاه بتاع دراسه بدا زي ده، من الافضل انه الناس تواصل في الدراسه حوله، لانه فعليا السودانيين محتاجين دفعه زي دي، لانه نحن يعني طوال تاريخنا الفات ده من المشاكل الاساسيه اللي قاعده تواجهنا انه احنا ما عندنا سرديه تاريخيه نبني عليها. لكن انه بحث فيه في جوجل انه السودان اصل البشريه، والناس شغاله عليه دراسات. جامعه اوكسفورد برضه عامله عليه دراسات، فبتمنى يعني الحاجه دي لو طلعت حقيقيه فالسودان حيبقى واو، يعني حيكون عليه يعني حنرتفع يعني. في الاستوديو ينضم الينا استاذ علم الجينات والتطور في جامعه الشارقه الدكتور عبد الله النطيري. دكتور يسعد صباحك، منورنا في الاستوديو، شكرا على تواجدك معنا. عندما تتحدث دراسه ان اصول البشر جميعها من السودان جينيا، من الناحيه العلميه ما الذي يقصد بذلك؟ الحقيقه ان هذه المعلومات جدا قديمه، لكن الفرق الان بعد اكتشاف الNGS اللي هو الجيل الثالث من السيكونسنج للDNA، ايضا وجود داتا كبيره، واستطاعوا بعض العلماء انهم يسوون تحليل لهذه النتائج. اضافوا عليها مثل في البيبر المنشور الان يمكن اكثر من 300 سيكونسنج، استطاعوا يحددون ان اصل البشر بشكل عام هو حقيقة في بيبرات سابقة ذكروا إثيوبيا. عموما إثيوبيا أو السودان هي بنفس المنطقة. هم وجدوا أول هيكل عظمي بشري متكامل في إثيوبيا هلا مؤخرا. هذا من ناحية الآثار، بس من ناحية جينية أنا أتكلم من ناحية جينية. لما سووا أناليسيس على جميع السيكونسز على مستوى العالم في أكثر من 300 سيكونس، وبسوفت وير معين يسوي أناليسيس يحدد لك التشابه اللي يسمونه السنيب أو المايكرو ساتلايت. فهذا التشابه أدى تأكيد المعلومة أنها، لكن المرة هذه ما قالوا إثيوبيا قالوا السودان، وهي قريبة من بعض، لكن هو معروف علميا أن أصل البشر من هذا. طبعا أنا أتكلم عن آدم السلالي اللي هو أكثر من 3 مليون سنة، وما أتكلم عن نبي آدم اللي هو قبل 7000 أو 10000 سنة. فبالتالي بداية البشر كبشر فيه منطقة السودان أو منطقة إثيوبيا. طيب اليوم كمان احنا بدنا نعرف بالنسبة لتحديد السلالة، هل هو يرتبط أكثر بأصل
الأم ولا الأب؟ يعني أي دم يتجه؟ احنا عندنا الآن في الجينيتكس في تصنيفين، إما عن طريق الأم واللي هو استخدام الميتوكوندريال دي ان اي لأنه ينورث فقط من الأم، أو استخدام الواي كروموزومز اللي ينورث من الأب فقط. أيضا في نيوكليس الدي ان المخلوط ممكن 50% من الأم وال50% من الأب. يسوون دراسات معينة بحيث أنهم يحددون مايكرو ساتلايت أو ريبيتيشن معين أو كوبي نمبر فاريشن، بحيث يعطيك أن مثلا العلامة الفلانية اللي يسمونها الماركر متواجدة في المنطقة الفلانية. الآن في ماركر معين خاص بالروس، يعني أي إنسان تلقى فيه الماركر هذا فيكون هذا تابع للعرق الروسي وهكذا. طبعا في أبحاث كثيرة لتأكيد بعض المعلومات. طب ما فائدة هكذا دراسات كدراسة جامعة أكسفورد لكم كباحثين لرسم الخريطة الجينية في العالم ومن الناحية الطبية أيضا؟ طبعا لها استخدامات من ناحية الأدلة الجنائية بالجرائم وإلى ذلك، أيضا طبيا مهم جدا، لأن الآن كثير من الأدوية تشتغل على ريس معين أو عرق معين وما تشتغل على عرق آخر، وبالتالي يصنعون أدوية يسمونها سمارت ميديسن، الأدوية الذكية، بحيث أنه يكون دواء معين خاص بسلالة معينة أو خاص بعرق معين، بالإضافة للإنديفيدوال. يعني في ناس يعني بنادول أو دواء معين يشتغل على شخص وما يشتغل على الشخص الآخر. بالاكتشافات هذه وتحديد الماركرات من كل انديفيدوال، كل انسان ممكن يصممون له دواء. يعني بكره تروح المستشفى ما يعطيك دواء بنادول، لا يعطيك دواء خاص فيك بالجين مالك انت. الى جانب الفوائد الطبيه دكتور عبد الله، اليوم تعميم هكذا دراسات في الجامعات وتدريسها في المستقبل إلى أي حد يمكن أن يحد من العنصرية بين البشر والأعراق؟ يعني بأن نعرف بأننا كلنا ننحدر مثلا من سلالة واحدة من عرق واحد. نعم، هذا شيء أكيد أن هذا يزيد الوعي. يعني الناس اللي يقرؤون ويتعلمون سواء متخصصين أو غير متخصصين بالأخير سوف يجد أن الخالق واحد ونحن تقريبا نفس واحدة. صح. فما في فرق، اللهم بس فقط بالظاهر. شكرا جزيلا لك. حدثنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الطيري، أستاذ علم الجينات والتطور في جامعة الشارقة. شكرا دكتور، نورتنا.